خلينا نقول الكلمتين بقى زي ما هما كويسين. ايه بقى الكلمتين اللي احنا عاوزين نقولهم زي ما هما كويسين؟ عشان اقولهم بكلام مدروس وصح كده عاوزكم تستحملوني ايه سنة كمان. ربنا لما بعت البني ادمين ما بعتش البني ادم بس، يعني مجرد بني ادم حصل وخلاص وبني ادم ونفخنا فيه من روحنا فقط. ده نفخنا فيه من روحنا دي كلمة كبيرة قوي، كبيرة قوي. انا عاوز اقول لحضرتك، انت متخيل ان انت الخلايا بتاعتك، كل خلية انت فيك ملايين الخلايا، كل خلية فيها 3 مليار حرف. رسالة ربنا في الخلية الواحدة. الدي ان ايه من الاخر مجالي بقى وتخصصي وشغلانتي. الدي ان ايه انت بعون الله 3 مليار حرف مكتوبين، كل 3 منهم بيكونوا حاجة اسمها امينو اسيد او حمض اميني. حمض اميني جنب حمض اميني جنب حمض اميني يعملوا بروتين. يبقى اللي بيحصل ان انا عندي 3 مليار حرف مكتوبين في رساله. ده الدي ان اي بتاعي 3 مليار، 3 بليون نيوكليوتايد. 3 مليار دول سبحان الله ربنا جوه الخليه الواحده. يا جماعه يعني احنا وشنا ده في خلايا كتير، خلايا كتير. الخليه لا نراها بعين المجرده محتاجين نحطها تحت الميكروسكوب عشان نشوفها. اوكي. احنا كل خليه من الخلايا دي حضرتك لما تخش جواها تلاقي في حاجه اسمها نواه. جوه النواه دي ان ايه، وجوه الدي ان ايه ده بقى يا باشا هتلاقي فيه 3 مليار حرف. سبحانك يا ربي هم متوزعين على 46 كروموزوم. كل كروموزوم بيتفرد. لما بيتفرد الكروموزوم هو دبل هيليكس، يعني اتنين كده. ده ربنا عامل زي أداة بسيطة إن هي تمنع حدوث التحورات الشديدة، لأن دايما كل واحد عكس التاني. يعني مثلا الاي قصادها تي، السي قصادها جي، فلو حصل هنا تحور واتغيرت السي يجي انزيم ماشي يبص يلاقي هنا جي يروح حاطط قدامه سي، علشان ربنا يضمن ان الرسالة ما يحصلش فيها لعب وغلط كتير. طيب خش بقى الحتة اللي بعدها. لما بيتفرد بقى 3 مليون دول والاثنين دول يفتحوا كده بيمشي انزيم كل ما يقرا ثلاثه. هو الاول بياخد نسخه من ده يطلعها بره، نسخه من ده يطلعها بره الخليه. ماسنجر ار ان ايه او الرسول، رسول الار ان ايه الرسول. ده بيبقى سنجل ستراند يطلع بره النواه، يطلع بقى في الخليه بره يمسك انزيم عليه ويبدا يقرا كل ثلاثه يحولهم لحمض اميني. ثلاثه اللي جنبهم حمض اميني كمان، ثلاثه جنبهم حمض اميني كمان. الاحماض الامينيه مع بعض ديت تكون بروتين. البروتين ده بقى يا اما يكون بروتين ستراكشر يعمل لك بقى عضل ومش عارف ايه، يا اما يكون بروتين فانكشنال يعمل انزيم يخش في تكوين هرمون، وهكذا. اللي انا بحكيه لك ده كله عشان اوضح لك ان الموضوع مش بسيط ببساطه ان انا لو وقفت بيض وفراخ بقيت برنس البرنس. لا، هو الموضوع مش بالبساطه بتاعت البيض والفراخ. هو الفكره كلها ان في حاجات بتسبب الحساسيه، في حاجات بتخلي الجسم بينتج حاجه اسمها انترليوكنز. الانترليوكنز دي مجموعه بتسبب إيه، الجسم بيرد رد فعل تحسسي مناعي فبنجري كلنا ويحصل لنا التهابات في الجسم. الالتهابات دي بنقللها ازاي بقى؟ عن طريق ان احنا بنشرب حاجات وبناكل حاجات مع الحاجات اللي بتسبب الالتهابات. يعني مش كل حاجه في حياتنا فيها التهابات، وما ينفعش ان انا اقول كل الاكل هيسبب لي. ما انا لو قعدت فكرت في فكره ان كل الاكل هيسبب لي التهابات ما انا مش هاكل. معلش انا اسف والله انا مش هاكل. ليه؟ لان ده طبيعي. الجسم فيه حاجات. اقول لك على حاجه، انا ممكن يكون وانا بتكلم دلوقتي اسبب التهاب. ليه؟ انا متوتر. التوتر في حد ذاته وانا بتكلم والنرفزه والعصبيه تسبب التهابات. ما اتكلمش بقى، نقعد بقى ساكتين يا باشا ولا ناكل ولا نشرب. فاهمين قصدي؟ ما اللي انا قصدي عليه ان ايه؟ ان مش الموضوع في البيض والفراخ. انا باكل بيض عادي، انا باكل بيض، انا عامل لنفسي بيض اهو، حلو الكلام، وهاكل بيض ما تخصنيش. الكلام اللي بيتقال ان البيض ي... لما اخف البيض يبقى انا كده بقيت كويس. لا معلش، لا معلش، كميه الاحماض الامينيه اللي جسمي محتاجها في البيضه اعوضها منين؟ طيب كميه الاحماض الامينيه اللي موجوده في الفراخ البيضاء، اللحوم البيضاء، الفراخ عموما بقى. مش قصدي الفراخ البيضاء، مش الفراخ البلدي، مش دي قضيتي دلوقتي. انا قضيتي ان الامينو، البروتين اللي بيبقى موجود في الفراخ البيضاء ده هجيبه منين حضرتك؟ الامينو اسيد اللي هو في اللحوم البيضاء قصدي، مش اللحوم الحمراء. زي برضو اللحوم الحمراء في حاجات فيها مش هلاقيها في اللحوم البيضاء.
ما هي الأكل كله تكاملي حضرتك، الأكل كله تكاملي.